تصريحات مهمه جدا جدا عن رمضان صبحي للنادي الاهلي، ووارد جدا تلاقيه موجود ان شاء الله، ان شاء الله، انا بقول ان شاء الله، في شهر 6 اللي جاي، بيبقى بفرمان من كولر. رسميا غلق باب الانتقالات الشتويه في مصر خلاص رسميا، الصفقات اتقفلت على جميع الانديه، ولكن في تريكايه صغيره كده هنقولها لكم ان شاء الله. كده هقول لكم بس اسامي اللعيبه اللي الاهلي انتهى معاها او خلاص ضمها: احمد رضا، ومصطفى العش، واشرف بن شرقي، وجراديشار، وطبعا قيد علي معلول، وتريزيجيه من الصيف اللي جاي ان شاء الله. وكده كده مرضيه وتعشت قوي 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 على نادي الاهلي. ولكن التركيه اللي احنا قلنا عليها هنقولها لكم، وبسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من طيم الاهلي على اليوتيوب، ان شاء الله تكون حلقه مميزه على كل الاهلاويه. خلاص القيد قفل على فرق الدوري المصري جميعا. القيد كان اخره 8/2، وطبعا خلاص القيد قفل ومفيش لعيبه هتنضم لفرق تانية. وطبعا الصفقات اللي تمت في اللحظات الاخيره زي ما احنا قلنا، اللاعب نادي الاهلي مصطفى ابو الخير انضم رسميا لنادي المصري البورسعيدي، ولكن مش بشكل نهائي، اعاره برضو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طبعا ان شاء الله تكون اضافه لنادي المصري، وان شاء الله اللاعب يتالق كده عشان لما يرجع نادي الاهلي يكون جاهز. مشلاك يقرر شكوى لنادي الزمالك، اللاعب مشلاك اللي الزمالك جابه واعاره في نفس الموسم، يقرر شكوى الزمالك في الاتحاد الدولي لعدم سداد مستحقاته المتاخره، والتي انتهت مع نهايه شهر يوم 6 فبراير. مش عارف النادي ده يعني اللعيبه، مفيش لاعب جه نادي الزمالك غير لما اشتكى من نادي الزمالك، اقسم بالله. يعني نادي ماشي ببركه ربنا. في التركيه اللي احنا قلنا عليها هنقولها لكم. يا حبيبي اسكت انت وهو، مش عارف اتكلم. لازم ازعق عشان يسكتوا. التركيه اللي احنا قلنا عليها وهنقولها لكم ان شاء الله، اللي هي ان انت ممكن تجيب صفقه دلوقتي. اي فرقه ممكن تجيب صفقه دلوقتي، ولكن اللي هي مشاركه بس فقط في دوري ابطال افريقيا. ليه بقى؟ دوري ابطال افريقيا معاك القيد مفتوح لحد يوم 28/2، لحد اخر الشهر اللي احنا فيه ده. يعني نادي بيراميدز ممكن يجيب، نادي الزمالك ممكن يجيب، نادي الاهلي ممكن يجيب، نادي المصري البورسعيدي ممكن يجيب. كل الفرق المصريه الاربع فرق دول هم فقط اللي يقدروا يجيبوا صفقات، ولكن مش هيقدر يجيب صفقه ويلعبها في الدوري الممتاز. هتجيب صفقه هتلعبها في بطوله افريقيا، علشان خاطر القيد بتاعهم لسه شغال، والقيد بتاعهم تقدر تسجل فيه اللاعب مش هتستفاد فيه في الدوري المصري، هتستفاد بيه في دوري ابطال افريقيا. وطبعا مش كل الفرق المصريه تقدر تجيب صفقات، كل اللي مشارك في دوري اي حاجه تبع افريقيا، يعني زي الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. الاهلي يتفق على الانتقال محمد شريف للاهلي نهائيا في اخر الموسم، طبعا تدعيما لنادي الاهلي في الفتره اللي جايه في كاس العالم 2025. القيد اللي هيفتح في شهر 6 للتعاقدات للانديه المشاركه كلها في كاس العالم الفتره اللي جايه. فالاهلي طبعا دي صفقه انا شايفها كويسه ان محمد شريف يرجع، علشان ما نجيبش مهاجم محلي. احنا كنا في الفتره الاخيره كنا بنتكلم ان الاهلي محتاج صفقه محليه تانية مكان كهربا، علشان يبقى مساند لجراديشار، وكمان لوسام ابو علي، عشان لو حد وقع منهم يبقى في بديل للاعب اللي هيلعب كاساسي. وكنا بنتكلم ان لاعب مصري يبقى موجود، ولكن انا شايف ان محمد شريف هو افضل اختيار الاهلي عمله في الفتره ديت، علشان خاطر يقدر النادي الاهلي يلعب بكل كل خطوطه، ويكون موجود كذا لاعب في الهجوم، علشان خاطر لو حصل دروب اصابه ولا اي حاجه ما يبقاش فيه مشكله
مع نادي الاهلي. وعلى فكره ممكن الاهلي كمان يجيبه كفري، عشان محمد شريف العقد بتاعه هينتهي في اخر الموسم، اللي طبعا هينتهي خلاص في شهر 5. الموسم اللي بيلعب في السعوديه والامارات والكلام ده كله هيخلص في شهر 5 اللي جاي، طبعا قبل كاس العالم بشهر. خبر تاني بقى يعني مزعلني شويه، ان تصريحات طلعت من كولر على عمرو السولية. رفض التجديد لنادي الاهلي. كولر هو اللي بلغ الاداره ان انا مش محتاج عمرو السولية في الفتره اللي جايه، لو عقده هينتهي خلاص مش هقدر ان انا اجدد له وكده. ولكن الاداره اتواصلت مع كولر بشكل ودي كده مع بعض، ووصلوا لحل ان هم تكريما طبعا النجم الكبير عمرو السولية هيمضوه سنه كمان، وخلاص بنسبه 90% هتكون اخر موسم في الاهلي. لو حصل اي دروب بقى تاني وكولر مشي ولا حاجه وجه مدرب مسك في السولية، ساعتها هيبقى في كلام تاني. ولكن طول ما كولر موجود في نادي الاهلي، عمرو السولية هيكون اخر موسم ليه في نادي الاهلي الفترات اللي جايه. الزمالك برضو يعلن في اخر الميركاتو ما يقفل، قبل ما الميركاتو ما يقفل بساعات، عن صلاح الدين. طبعا اللاعب طبعا بيقول فخور اني بلعب او هلعب في نادي الزمالك واتمنى اسعد الجمهور. وده اللي احنا نفسنا فيه، ده اللي احنا نفسنا فيه، ان صفقه تكمل مع نادي الزمالك، مش لاك بيشتكيهم دلوقتي علشان خاطر القيد. وممكن من الوارد ان يحصل. على فكره انا قدامي كمبيوتر، عشان لو انتوا بس حد عايز يعرف ان انا ببص على ايه، فالكمبيوتر قدامي وفاتح الصفحه اللي انا مجهزها عشان اتكلم معاكم فيها. بيقول الاهلي حصل رسميا على موافقه ابراهيم عادل لضمه في شهر كاس العالم من بيراميدز. ممكن والله، ممكن دي صفحه، يعني صفحه رسميه او صفحه كبيره منزله بالكلام دوت، ان الاهلي اتواصل مع نادي بيراميدز في حاله التعاقد لما يفتح فيه كاس العالم 2025 اللي هو في شهر 6، يستعير طبعا نجمه ابراهيم عادل لنادي الاهلي يلعب معاه في كاس العالم 2025. على فكره ابراهيم عادل كان بيموت نفسه حرفيا علشان يلعب البطوله دي، فلو جات له لحد عنده بالطريقه ديت هيتمسك جدا 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 على فكره. ان هو، وعلى فكره ابراهيم عادل لو جه نادي الاهلي حتى لو على سبيل الاعاره ومفيش نيه للبيع، هيجبر نادي بيراميدز ان هو يكمل في نادي الاهلي. مش هيحل، هو ما هيصدق اصلا ان هو يجي نادي الاهلي. يعني احنا عارفين ان ابراهيم عادل اهلاوي جدا جدا جدا، وهيموت ويجي في نادي الاهلي، وهيتجنن كده وهيجي له هوسه عشان يلعب ويلبس تيشيرت النادي الاهلي. على فكره ده يعني قريب جدا من رمضان صبحي، ورمضان صبحي هو اكتر حد بيتكلموا على نادي الاهلي. دي خدوها مني انا بقى، يعني حاجه كده من تحت الترابيزه. رمضان صبحي هو اللي مش بيجبر، هو اللي مخلي حب النادي الاهلي جوه ابراهيم عادل سبب رئيسي رمضان صبحي. وعلى فكره انتظروا مني حلقه ان شاء الله جامده جدا جدا جدا، تصريحات مهمه جدا جدا عن رمضان صبحي للنادي الاهلي، ووارد جدا تلاقيه موجود ان شاء الله، ان شاء الله انا بقول ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي، بيبقى بفرمان من كولر للاداره. رمضان صبحي انتظروا مني الحلقه ان شاء الله بتاعت بكره، حلقه هتكون ضرب نار كلها كلام على رمضان صبحي. انا خلصت كده الحلقه بتاعت النهارده، انتظرونا ان شاء الله في حلقه بكره. ولو ما ضغطش على اللايك كده اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم الكتير جدا 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 اللي واقفين في ظهري، واحب اشكر كل الناس، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه بكره. السلام عليكم.